طبعا المجال دايما بيتطور، ظهرت مؤخرا توجهات زي مثلا منصه الهندسه او بلاتفورم انجينيرنج. الفكره فيها انه بدل ما كل فريق يفضل يبني ادوات الديف اوبس الخاصه بيه من الصفر، الشركه تعمل فريق متخصص يبني منصه داخليه موحده او ما يسمى به الانترنال ديفلوبمنت بلاتفورم، يقدر اي مطور يستخدمها بسهوله عشان ينشر ويختبر من غير صداع التفاصيل. يعني يوفروا مثلا واجهه سهله فيها كل الخدمات الجاهزه، ضغطه زر تبني مشروع جديد، ضغطه زر تنشره على بيئه معينه، وهكذا. فالمطورين يركزوا في كتابه الكود بس، والباقي يتعمل لهم كخدمه. الاتجاه ده مش ضد ديف اوبس، بالعكس ده تطوير وتحسين ليه علشان يسهل اكتر واكتر على الفرق، وبدأ يظهر خصوصا في الشركات التقنية الكبيرة. كمان المفهوم انتقل لمجالات تانية، مثلا ظهر مصطلح داتا اوبس لإدارة فرق تحليل البيانات بنفس أسلوب ديف اوبس، وام ال اوبس مثلا لفرق تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج علشان يطبقوا نفس الممارسات في تدريب النماذج ونشرها. يعني الفكرة الأساسية بتاعة التعاون والأتمتة انتشرت واتطبقت على نطاق أوسع من مجرد تطوير البرمجيات. وفي كمان اتجاه بيتكلم على الاي اي اوبس او العمليات المدعومه بالذكاء الاصطناعي، انك تستخدم خوارزميات او الجوريزمز تعلم آلي علشان تحلل بيانات التشغيل او اللوجز والماتريكس، وتتعرف على المشاكل او تتنبأ بيها قبل ما تحصل. تخيل مثلا نظام بيلاحظ ان في نمط معين قبل ما السيرفر بيقع ويبلغك قبلها. الحاجات دي لسه في بدايتها، بس المستقبل ممكن يشوف ادوات اذكى بتسهل اكتر شغل الديف اوبس، انها تزود مستوى الاتمته والذكاء في اداره البنيه التحتيه. وفي النهايه سواء سميناه ديف اوبس او اس ار اي او بلاتفورم انجينيرنج او اي مصطلح جديد بيطلع، الهدف واحد: تحسين عمليه تطوير وتشغيل البرمجيات علشان نوصل للمستخدم اسرع وبجوده اعلى. يمكن الاسامي تتغير مع الوقت والتقنيات تتحدث، لكن الجوهر ثابت: تعاون، اوتوميشن، جوده، وتحسين مستمر. ببساطه كده لو هنلخص ديف اوبس في جمله واحده: فريق مترابط زائد اوتوميشن لكل خطوه يساوي سرعه في التسليم مع استقرار وجوده.